في وجه آخر للصراع بين التيارين العلماني والإسلامي المحافظ بالمغرب، عادت من جديد الدعوة للمجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان الكريم. الدعوة جاءت هذه السنة من مجموعة أطلقت على نفسها حركة مسايمينج، وترى أن مطلبها لا يتنافى مع الحرية الفردية، وأن تجريم الإفطار العلني خنق للحريات وتشجيع على النفاق الاجتماعي حسب تعبيرها. الفكرة ديال إنشاء الحركة ديالنا جات للدفاع عن الحريات الفردية بجميع الأشكال ديالها في المغرب، وليفينمون ديال ما صايمينش مع تزامن مع القرب ديال شهر رمضان، فحاولنا ننشئوا شي ايفينمون باش نعاود نلونسيو الحوار حول هذا الافطار العلني ولا الصيام. مطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي اللي كيجرم الإفطار العلني في رمضان، وهذا كمس بالحياة الخاصة. القانون الجنائي يعاقب على المجاهرة بالإفطار بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية، مما يفسح المجال للنيابة العامة بتحريك الإجراءات القانونية في حق كل مخالف لهذا القانون. إذا كان النص القرآني يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإن لهم الحرية ادعاء ما يريدون، ولكن الخطورة أنهم يدخلون فيما هو مجرم قانونا بدعوة الآخرين، الشباب المغربي والشباب الإسلامي عموما، إلى الخروج عن هذا النص وإلى تحدي هذا النص، وبالتالي هو تحدي للقانون الذي وضعه البرلمان، ويدخلون في فصل 220 من القانون الجنائي الذي ينص صراحة على أنه من دعا أشخاصا بأي وسيلة على الخروج عن ديانة معينة يعاقب بزعزعة عقيدة مسلم. إذا كان أصحاب هذه الدعوة يرون أن الإفطار العلني في رمضان حق لهم، فإن القائمين على الشأن الحقوقي في المغرب يرون أن ذلك ليس من حقوق الإنسان، وإنما تعسف في استعمال هذا الحق، على اعتبار أن الإفطار العلني في رمضان يدخل فيما يسمى بالحقوق المشتركة، وأن من يصوم هذا الشهر له الحق في الأمن الروحي. من هذه الصفحة على الفيسبوك تعالت الأصوات منادية بالسماح بالإفطار العلني في رمضان، صفحة سرعان ما امتلأت بردود فعل منددة وأخرى غاضبة، وتميزت في بعض الأحيان بالتهديد بين المتحاورين لتعكس رفضا شعبيا عند الشارع المغربي لأي مساس بشهر رمضان. أرادوا الإفطار في الشارع العام، يعني هذه تتسمى زعزعة عقيدة مسلم. احنا كمسلمين من الأحسن نحترم مشاعر ديال الناس. صراع العلمانيين والإسلاميين في المغرب بدأ يشد يوما بعد يوم ويتخذ عدة صور، ما يضع الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تحدي البت والحسم في عدة ملفات، آخرها ملف الحرية الجنسية والإفطار العلني في رمضان. يوسف شكري، الحرة، الرباط.